الراجل عايزك بره البيت راجل وجوه البيت ست. تعالي معايا في الفيديو ده واسمعي اللي انا هقوله. يعني تقصدي ايه بكلمتك دي، ولا انت قصدك ايه؟ هقولك دلوقتي. اي راجل ماشي، بس انا بتكلم عن الرجاله، تمام؟ بره البيت بيبقى عايزك واحده ست ناضجه فاهمه ذوق محترمه جدا، شيخه يا جماعه، وبيصلوا وراها، تمام؟ محدش يقدر يتعدى معاكي الحدود، مفيش راجل يقدر يتطاول معاكي. ده الراجل، سواء كنتي بتباشري شغل بره فتعاملك بيبقى ستريت، يا اما في حياتك عموما. طب جوه البيت انا دلوقتي جوه شقتي والباب اتقفل عليا، لا، الوضع بيختلف تماما. انا بره حاجه وجوه حاجه. جوه البيت ببقى رقاصه، بنفس زي ما انا بقول لك كده. لو جوه البيت ما بقيتيش رقاصه وبقيتي بره زي جوه، هو هيدور على الرقاصه. بجيبها لك من الاخر، انا بجيب لك الكلام من الاخر عشان انا ما بحبش فاهمه اني انا اقعد اتكلم في الفيديو وما من الاخر كده ما وصلكيش لمعلومه. اللي عامله نفسها محترمه جوه البيت زي بره البيت وفاكره ان ايه بقى، انها اتربت على العادات والتقاليد والنظام و لا، انت بتخسري بيتك وجوزك، وقريبا عاجلا هتروحي تقعدي جنب بابا وماما، وهناك يعني ابقي بشري عاداتك وتقاليدك. بره البيت بشري العادات والتقاليد والنظام والعرف واخلاق ومحترمه، شيخه بيصلي وراكي في جامع، مفيش مشكله. جوه البيت لا، جوه البيت ممنوع. لازم ابقى بره البيت شيخه وادب واخلاق. مش معنى ده انك بتمثلي، لا، هو ده الطبيعي طالما انت بنت ناس. بتعامل بره، بيحصل معايا الشغل تعامل مع رجاله وبلا بلا 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 بلا، بس في حدود وفي ستريس وفي نظام طب جوه البيت اتقفل علينا باب، انا جوه البيت رقاصه، حتى لو انا خجوله، حتى لو انا محترمه، حتى يا ماما بره البيت حاجه وانت دلوقتي جوزك، اصل ده جوزك، انا اسفه في الكلمه، انت مش قاعده مع حد غريب او حد في الحرام، لا، ده جوزك. الدين بيقول لك متاح ليكي كل حاجه، العادات والتقاليد والاهل والعيله والناس بيقولوا لك متاح ليكي كل حاجه، عشان المشاكل اللي بتخش لها اصل انا بتكسف اصلا، لا، مفيش. انت لو عملتي كده انت بتاذي نفسك. انت ما تفتكريش ان انت جوه البيت لما تعملي كده هتباني قد ايه انت محترمه لا بجد انا عرفت اخطاء، لا، هيتجوز عليكي. دول ما بيسموش، ما بيعتمدوش، دول اهم حاجه مصلحتهم، دول اهم حاجه. الراجل اهم حاجه الست جاهزه في البيت ونظيفه وحلوه، واهم حاجه مصلحته. ده لو متي في ال40 بيدور على عروسه وممكن يتجوز اختك، فاهمه؟ انا بفهمك الوضع ماشي ازاي. فما تعمليش الحاجات اللي تبوظ جوازتك بايدك. خجل وكسوف، خلاص اتجوزت، خلاص اتجوزت. فجوه البيت لازم تعتمدي ان انت 24 ساعه نظيفه ولابسه وجاهزه. انا قلت قبل كده مش لازم 24 ساعه لبس عريان، لا، بس على الاقل انا نظيفه، بلفته بجذبه ليا الاهتمام. انا بره البيت راجل، جوه البيت رقاصه، مفيش كلام من الاخر يعني.